أهلا وسهلا بكم في قناة ماريانو. النهاردة هنتكلم في موضوع ممكن يضايق البعض، وهي الفراخ. الفترة دي طبعا كلنا عارفين الأسعار بتاعتها زادت في بعض العائلات، اللي هي قالت الفراخ غلت فأنا مش هجيبها. أغلب الناس بتبقى محتاجة إن هي تاكل بروتين، أو مثلا لو أنت في خروجة عايز تجرب فراخ مثلا. فدلوقتي بيبقى قدامنا حل من اتنين: يا إما نروح لمكان ونجازف، او ان احنا نكون عارفين او نبقى محددين مسبقا احنا هنروح المكان دوت، ولو طلع وحش كان بها، ولو طلع حلو كان بها برضو. ولان هنا جت مهمتي طبعا ان انا اوفر عليكم المجهود دوت كله. بس قبل ما نبدا اي حاجه انا قررت اللي هو اجيب لكم المطاعم اللي اغلب الناس اجمعت عليها اللي هي كويسه، نشوفهم ونجرب اني احسن واحد فيهم. وطبعا ديت هتبقى سلسله كبيره، لان عايزين نعرف برضو ايه الحاجات اللي احنا ممكن نروحها من غير ما نجازف لو احنا خارجين في خروجه، او عايزين مثلا نطلب ليفري في البيت الى اخره الى اخره الى اخره. احنا هنختار 3 مطاعم. البركه، لان طبعا عليه اقبال كبير بالذات في اسكندريه. في واحد طلع مؤخرا وبيقولوا الفراخ بتاعته حلوه برضو، وهو كاركي. واخر واحد معانا وهو فايف روسترز. فقبل ما نبدا اي حاجه يلا بينا نبدا. تمام، وكده الاوردرات كلها وصلت معانا ويلا بينا نبدا. خلينا بقى نشيل الأكياس ديت كلها ونظبط الدنيا ونشوف اني احسن واحد فيهم. احنا طلبنا عامه كل حاجه عادي وسبايسي. منهم مش عارف، انا كتبت له في الملاحظات اللي هو يخليها لي ميكس، عشان ما كانش عنده في الابليكيشن اختيار اللي احنا نخليه عادي ولا حار. فاحنا هنشوف بقى اللي وصل لنا. عامة اغلب الحاجات اللي انا طلبتها كانت ميكس، يعني فايف روستر طلبته ميكس، كاركي طلبته ميكس. في البركه مش عارف هل هو اداهولي ميكس ولا هو اداهولي سبايسي بس. فخلينا نفضي الكياس ديت ونشوف بقى كل واحد والباكج بتاعه والعلبه شكلها عامل ازاي والتقديم هيبقى عامل ازاي. برضه هنبدا باول واحد معانا وهو فايف روسترز، لان هو اول واحد وصل تقريبا، وصل في اقل من 5 دقايق، يعني اللي هو اهلا وسهلا تلحق. فخلينا نبدا بيه الاول عشان ما يكونش برد، عشان احنا استنينا كتير على كاركي وعلى البركه. كيس كاتشب ومناديل معطره ومعلقه. هل في حاجه تانية؟ لا مفيش. وعامه هو ايه ده تقريبا؟ دوت الكول سلو. هو الكول سلو. خلينا بقى نبص على قطع الدجاج اللي وصل لنا. اوكي، لنا نفتح كده. مفتحش ليه دي؟ عامة مش عارف اوريها لكم كده، فخليني. وبطاطس، بطاطس صغنونة جدا. دي مش دي بطاطس صغنطوطة، واصلا نصها وقع تحت. فخليني كده افتح دوت اوريكم الدنيا من جوه عاملة ازاي. افتح يا عم، افتح يا عم. دوت بيبقى شكله. خليني بقى اوريها لكم عن قرب شوية. دوت تقريبا ورك صغنطوط جدا. ودوت ايه ده؟ لا يكونش ده الجناح. تقريبا ده الجناح. ودوت الصدر. ودوت الورك. وطبعا معانا الكول سلو والمناديل بتاعتنا المنعشة والشوكة. خلينا بقى نشوف الوجبة دي بتقول ايه. خلينا نبدأ بأول حاجة، محل الشك، ألا وهو الورك. هو الورك صغنطوط جدا زي ما انتم شايفين كده، بس التتبيلة بتاعته شكلها اكنها يعني حاجة شبه KFC، بس هي مش KFC خالص. انا قلت له ميكس، فانا مش عارف ايه اللي حطولي سبايسي وايه العادي. يعني بصوا، ده كده صدر وده كده ورك. بص كده حتة الصدر دي يعني حاجة محترمة جدا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونجرب الورك، هنشوف فيه زفرة ولا لا. الأول افتح كده من النص. هو أنا مش فاهم المنظر دوت معناه ايه، مش فاهم المنظر ده معناه ايه، لكن حاسس ان الفراخ مش انضف حاجة من جوه. يعني بص كده، بصوا كده، مش احسن حاجة. خلينا ندوق بقى الحتة البعيدة دي. هو اوكي الفرخة مش انضف حاجة من جوه، لكن تقريبا اللي اكلتها ديت اللي كانت العادية مش السبايسي. هي مملحة كده شوية، التتبيلة بتاعتها كويسة، القرمشة بتاعتها كويسة برضو. للعلم برضو هي كانت اول ما جت كانت جاية لي سخنة، وزي ما انا قلت لكم هي جت تقريبا في 5 دقايق ولا 10 دقايق. دوت يرجع لايه بقى؟ ان تقريبا هما زيهم زي KFC، اللي هم بيقلوا بعد كده يحطوها في رفوف اللي هي اللي بتبقى قدام العميل ديت. فالرفوف ديت اصلا بتبقى معرضة لحرارة خفيفة كده، على اساس اللي هي تفضل سخنة على طول. فلما حد مثلا
مثلا يجي يطلب انا عايز ستريبس، عايز فراخ، فهو بياخدها يحطها في البوكس على طول ويطلع بقى. فده السبب اللي هي جت بسرعة وجت سخنة. احنا ممكن نغير حتة التقييم، نخليها بدل من حاجة ل10، لان حاسس اللي هو اصل 10 رقم كبير جدا. يعني ايه الفرق مثلا ما بين 7 و8؟ الفرق ما بين 6 و7. فخلينا نقيم من 5، يعني نديها مثلا 5 نجوم، 3 نجوم، 4 نجوم كده يعني. فخلينا بس ايه نشوف الدنيا كلها، بعد كده نقيم كله مرة واحدة. بالنسبة للبطاطس، فالبطاطس هي كانت جالي كده يعني، فما تغيرش منها اي حاجة. بطاطساية تحسها عايزة تنام، بطاطساية عايزة تنام شوية، مش احسن حاجة. وبرضه معلهاش تتبيلة، عادة جدا، ممكن نملحها بس شوية، بس مش احسن حاجة يعني. خلينا بقى نشوف البناية. هو ليه بناية؟ لان هي فعلا بناية. بص كده، بناية جدا، حاسس ان هي مش فريش خالص. بص، هو طعمها فريش، لكن كملمسها مش احسن حاجه يعني، بس شغال. خلينا بقى نشوف حته الصدر دي بتقول ايه. ودي تقريبا بقى السبايس. انا عايزك بقى تبص للحلاوه دي كده، بص للبخار ده كده، بص بص بص، شوف 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 من جوه، بص التتبيله داخله لجوه ازاي. لا تقريبا احنا ظلمناهم في حته الاوريجينال ده. بقى كده الشغل اللي على حق. تيجي نشوف. بسم الله. السبايسي بتاعهم تحفه. هو اوكي مش سبايسي اوفر، وبرده البريدنج بتاعهم مش يعني ما فيهوش تيست كويس، يعني اللي هو احس بالتيست بتاعه قوي. والبخار اللي انتوا شفتوه دوت، يعني الوجبه واصله اصلا بقالها بتاع ساعه الا ربع مثلا، وهي لسه محافظه على الحراره بتاعتها، فده كويس اصلا. زائد التتبيله زي ما انتم شايفين كده واصله لجوه خالص، فدي حاجه كويسه جدا يعني. بعد كده لما تيجوا تطلبوا ما تطلبوش اوريجينال، يعني السبايسي احلى. وبرده السبايسي بتاعها مش عالي. انا كنت بحسب اللي هي مثلا هتكون سبايسي، فاحس بقى بسبايسي وبهارات بقى وتوابل، والخلطه بتاعتهم اللي هي في البريدنج بقى يبقى طعمها ظاهر وكده. لكن هو برضو طعمها مش عايز اقول لك اللي هي مثلا البريدنج مثلا في طعم وبتاع كده، لا هو بريدنج عادي، بس هي من جوه متبله كويس. فانا لو انتوا عايزين تروحوا فايف روسترز، انصحكم انكم تجيبوا السبايس. احنا نسينا اصلا نقول السعر كان كام. ثانية واحدة كده. والسعر بتاع فايف روسترز دينر بوكس، الدينر بوكس عامل 110 جنيه. هل دوت سعر مقبول؟ ممكن. تعال نشوف اللي بعده ونشوف هل السعر بتاعه مقبول ولا لا، مقارنة بيه هو ذات نفسه. ولعلمكم برضو فايف روسترز ما يعتبرش من المطاعم اللي هي لا رخيصة قوي ولا غالية قوي، يعني حاجة في المتوسط كده. خلينا بقى نجرب الكول سلو عشان احنا ما قربناش ناحيتها خالص. لا الكول سلو بتاعهم الصراحة جامد، يعني في حتة السويتنس، وبرضو اللي هو في شوية مية، تحسوش اللي هو خضار، بس ما ضايقنيش في أي حاجة الصراحة. اللي عايز أجربه بقى التجربة الكاملة، حتة فراخ سبايسي مليانة بهارات مع حتتين بطاطيس، اليوم 3 حتت بطاطيس، حتة كول سلو. نجرب بقى الحبة دول كده كلهم على بعض. بسم الله. كتجربة كاملة، هو ممكن عشان الفراخ السبايسي بتاعها أحلى من العادي، وإن التتبيلة داخلة لجوه which is good. واللي ضايقني في حتة الفراخ الوراك مش متنضفة كويس من جوه. مش عارف بقى ازاي هنضفها من جوه، يعني أغلب الناس بيقولك مثلا من ناحية العظم بيبقى فيها دم ومعرفش ايه. اوكي هي ليها طرق عشان اللحمة تطلع نضيفة، بس ما اظنش ان يعني مثلا في وسط الزحمة وكده ان هي الفراخ هتطلع نضيفة على طول دايما. اوكي تمام، احنا ممكن نديله مثلا عشان ما حسسنيش اللي هو في حاجة بتحصل، ممكن نديله 3 من 5، 3 نجوم من 5. يلا بينا نخش على اللي بعده. وتاني حد وصل معانا وهو البركة. هو اوكي تمام البركة، يعني سمعت اللي انا لما باجي اطلب فهم بيجهزوا الطلب اول ما نطلب على طول، ما يبقاش الحاجات جاهزة عندهم وهو يعبي لي في طبق ويديني على طول. لكن اول ما حد بيجي يطلب الفراخ بتنزل بقى في القلاية وتبدأ تتقلى، عشان كده الاوردر بيتأخر عليك. احنا قلنا الاوردر اللي فات سعره كان كام، فخلينا نقول دوت سعره كام. الاوردر ب 140، اغلى من اللي قبله، اغلى من فايف روستر. تاني كان تقريبا ب 110، دوت ب 140. خلينا نشوف ايه اللي وصل لنا. انا كتبت له في الملاحظات انا عايزه ميكس، عشان في الابلكيشن بتاعه كان عنده يا اما عادي يا اما حار. فخلينا نشوف ايه اللي جالنا. نخش في اللي بعده. عيش مغلفينه بالكيسه
بكيسه خاصه بيهم، توميه وكول سلو وكاتشب. والوجبه بتاعتنا انا عامه ما لقيتش عنده اي حاجه مثلا تشبه باقي المطاعم اللي هو مثلا دينر بوكس، دينر بلس، الكلام دوت كله. فجبت الوجبه المشهوره عندهم وهي وجبه البيك، تقريبا هي بتبقى نص فرخه، نفس الكونسبت يعني، نص فرخه صدر ورك جناح. فخلينا نشوف ايه اللي جوه. ده بيبقى شكل الوجبه من جوه، شكلها اكبر بكتير من اللي كنا شايفينه هناك. فخلينا نشوف بقى دوت بيقول ايه. بيبقى قطعة مدملكة صدر ده ولا ورك ده ولا مش عارف ايه ده، ودوت تقريبا الجناح، مش عارف، جناح ديناصور ودبوسة. وفي حتة سخنطوطة تانية هنا، ده تقريبا الورك، ورك برضو سخنطوط بس قشطة. ايه ده؟ لا يا عم، ده الجناح، هذا الجناح، هذا الورك، وهذا الصدر. تقريبا كانت بتروح تلعب بنش كتير. ودوت ملعقة. وهذا العيش، عيش شكله طازة اوفر، وريحته اصلا طالعة لحد هنا ازاي مش عارف. والتومية والكولسلو، كل حاجة متكلفتة. هو اوكي، كانت جاية سخنة بس عشان الجو كده بردت شوية. فخلينا برضو نشوف نفس الترتيب يعني. نشوف الورك ايه حكايته من جوه. لا ده بص بقى، بص. بدك تشوف بقى الحته دي، نفس الفتحه اللي فتحناها هناك، بص كده، بس ديت انضف يعني، ما فيهاش الزفاره اللي احنا كنا شايفينها في الحته التانية. في نفس الوقت انتوا لو بصيتوا كده، التتبيله واصله لجوه، نفس التتبيله اللي واصله لجوه، بس ديت على فراخ انضف. يبقى كده عادي ممكن تطلع فراخ نضيفه. خلينا بقى ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. تحفه. ليه بقى؟ التتبيله اللي هو عامه حته البريدنج وقعت. خلينا ناخد حته من هنا، من فرط الجمال أذوبه يعني. من تعتبر نضيفة يعني، هي مش تعتبر نضيفة، لا هي نضيفة يعني. بص كده. وفي نفس الوقت التتبيلة بدل الزفارة اللي احنا كنا شايفينها قبل كده، فديت حاجة تعتبر تحفة. ناخد قطمة تانية عشان ايه راجعين اصلا. لا يا جماعة، تحفة جدا. هنا كمان هنا مزودين حته دبوس. في التاني هو اوكي قال لك 3 قطع بس ما كانش فيها دبوس، يمكن عشان ديت نص فرخه وعشان كده اغلى يعني. بس اكيد يعني مش الدبوسه هي اللي هتبقى اغلى بكتير يعني، مش هي اللي هتعمل الفرق الشاسع دوت. خلينا بقى نشوف العملاق دوت. المفروض العملاق ده المفروض اللي هو يكون الصدر. حلو، ده مش شكل صدر، ده شكل حاجه متوحشه، حاجه عملاقه كده، حاجه كبيره. خلينا برضو نفلقه كده من النص. غالبا ده مش السبايسي. خلينا ندوق حته من الصدر، حته بقى فيها تتبيله وحته بريدنج كده. ديت الاوريجينال عشان مفيهاش اي سبايسز، بس البريدنج بتاعهم برضو ليه طعم يعني. التاني كان مملح شويه، لا فالبريدنج ليه طعم، فراخ من جوه متبله، وانا شايف ان الدنيا كلها كويسه يعني. عرفت تقريبا ان هو ليه السيت اللي عليه كبير قوي كده. المشكله بقى ان السيت الكبير اللي جه عليه خلاه اللي هو يأفور الاسعار بتاعته عن باقي المطاعم. يعني احنا زي ما احنا شايفين يعني، زي ما قلت لكم 5 ستارز، هو ما يعتبرش رخيص، يعتبر متوسط مائل الى العالي سيكا. البركه كان رخيص الى حد ما اول ما فتح، بعد كده عمل سيت كبير وكان معاه بقى سندوتشات وفتات ومكرونات، كان مزود حاجات كتير جدا في المنيو. بس دلوقتي قال لك لا، انا هتخصص في حاجه واحده بس، وهي الفرايد تشيكن او الفراخ البروستد، جنبها مثلا فته ولا بتاع. فهو عنده فته وفراخ بروست فقط. طبعا انتوا عارفين مسكت المعلقه ليه، ان في هجمه دلوقتي على الكول سلو، او كل حاجه مدبسينها ومكلفتينها اكنها هتهرب. نضطر بقى للحلول عنيفه. هذه ليست كول سلو يعني، توتوس كول سلو، نونو كول سلو. لو احنا قارناها بالكول سلو التانية يعني، في فرق احجام حضرتك، في فرق حجم كبير جدا. خلينا بقى نحط الفراخ ديت كده على جنب ونشوف ده بيقول ايه. طبعا في ناس هتقولك يعني ايه المشكله في الكول سلو يعني، انت بتقيم الكول سلو ليه؟ لان الكول سلو زيه زي الاطباق الجانبيه، تدي لك حاجه زياده للوجبه. وبالنسبه للكول سلو اللي انا شايفه دوت، فحاسس اللي هو مش مميمي كده شويه، بس اللي هو ناشف اوفر. بسم الله. هو بص، هو مسكر اكتر من اللي قبله. في نفس الوقت مفهوش ميه كده، تحس اللي هو كله ناشف. نفس المشكله اللي قلت لكم اللي انا بواجهها في بعض المطاعم يعني، هو ناشف شويه وفي سيكه ميه صغيره تحت. فالصراحه يعني ارشح التاني اكتر في الكول سلو. خلينا بقى نشوف العيش ده بقى عامل زي المخده يعني، بص كده، طري اوفر. وبالنسبه للعيش التاني فدوت يعتبر بابا. التاني كان
توتوس. فاحنا دلوقتي عندنا كول سلو توتوس وعيش بابا. نجرب بقى التجربة كلها كده على بعضها. ناخد دياية، ناخد من الورك عشان الورك بيبقى فيه نسبة فاتس اكتر. ناخد بطاطستين اللي هم متبلتين دول، ناخد تومية، وناخد كول سلو. التاني ما كانش جايب اي صوص جنبه، كان تقريبا جايب كاتشب بس. انا جايب كاتشب، تومية. هنا ما جاب مناديل مبللة. امسح في ايه انا بقى دلوقتي؟ امسح في ايه؟ مش جايب لا منديل ولا منديل مبلل. امسح في هدومي؟ يلا مش مشكلة، بسم الله. ودي كده اللقمة بتاعتنا، بسم الله. هي كتجربة كلها ممكن نقول 4 نجوم. ناكل الحتة دي ونخش على اللي بعده. اخر واحد معانا وهو كركي. كركي ولا كركي؟ كركي. الدبابيس ديت الصراحة ما بنصحش بيها قوي، لان هي ممكن تقع في الكيس جوه وتسبب مشاكل. بس يعني حاجة كويسة انك تحافظ يعني على الكيس اللي هو ما يبص كده. انا عايز اقول لكم ان الكيس جوه كله مليان ميه، بسبب ان الاوردر كان طالع سخن جدا وطلع الدليفري على طول وجالي. يعني بصوا مليان ميه، وتشيز حاجة كويسة ان هو مطلعهولي سخن. في سؤال هنا بقى، يعني ده العيش جايب لنا توتس عيش شبه فايف روسترز، وجايب لنا تقريبا دي تومية اللي تحت دي، وجايب لنا الدجاج والبطاطس. السؤال هنا بقى ايه ده؟ يعني ايه اللي هيبقى جوه؟ اكيد في مفاجأة. خلينا نفتح ونشوف. فتحناه، مفاجأة يعني. طب انت ليه ما حطيتهاش هنا مثلا؟ ولا عشان العلبة كانت صغيرة فحطيتها لي في علبة بطاطس وشوقت؟ طب ما كنت تحط البطاطس في العلبة الصغيرة وتسيب كل دوت في العلبة الكبيرة. بس سانكس جاد جاب لنا مناديل، بركة ما كانش جايب، وشوكة، و2 كاتشب، وجاب لنا 2 توتوس عيش بس افضل من 5 روسترز. جاب لنا 1 توتوس عيش بس، وتومية. حاسسها شوربة تومية. يعني بصوا اتحرك ازاي. اول ما اشوف تومية تبقى صايصة قوي كده. خلاص خلي دول كده على جنب شوية. خلينا نفتح هيك التومية. ايه ده؟ طلعت تومية، طلعت كول سلو، ما علينا. خلينا نشوف نفس الترتيب اللي فات عندنا. استنوا بقى ايه، اصورها لكم من قريب. ايه دي الفرخة، ايه دي اللي سلقها. ايه ده؟ ايه دي اللي سلقها. ادي قطعتين تقريبا. دوت الصدر صغير جدا، ودوت الورك، ولا ده جناح؟ ده الورك، وده دبوسة، ودوت الصدر. الصدر صغنطوط، وبطاطس كثيرة جدا لكن متبلة. يعني بصوا كده، وشوربة كول سلو، شوربة جدا، والمناديل بتاعتهم. بس خلينا بقى نشوف الورك الصغنطوط ده. نشوف الورك ده بيقول ايه. ده ايه ده؟ صغير جدا، وبقطعها بتتقطع بصعوبة جدا. يعني اللحمة مش طرية خالص، ولا نضيفة من جوه. يعني بصوا كده، نضيفة الى حد ما. خلينا بقى ايه، ندوق. مش عارف اكل ايه ولا ايه، انا كله عظم، صغيرة جدا. بسم الله وندوق. هو الفراخ تتبيلة برضو واصلة لحد جوه، فكده التلاتة بيتنافسوا على حاجة مميزة ما بينهم، ان التتبيلة واصلة لجوه. لا، تتبيلة البريدنج تحفة، يعني سبايسي. انا تعليقي الوحيد بس على الورك الصغنطوط ده، ان هو صغنطوط. يعني بيتعاملوا معانا اكننا كبار شوية، يعني مش وجبة اطفال يعني. ومديها لي اصلا في علبة بطاطس، يعني كبر لي العلبة سيك. وبعدين ايه ده؟ الصدر صغير جدا. يعني بالنسبه اللي احنا شفناه في البركه، لا ده صغنطوط جدا خالص. خلينا نفتحه كده من جوه. هو بصوا كده كتتبيله، لا فالتتبيله واصله لجوه، وتقريبا ديت الاوريجينال مش السبايسي. هو ليه دايما بيحطوا الصدر اوريجينال والورك سبايسي؟ ما علينا. بسم الله. لا، حته الصدريه ما طلعتش سيئه. يعني اللحمه طريه. كنت متوقع ان الصدر مثلا هيبقى انشف من كده، بما ان هو صغنطوط. متبقي بقى الرفايع الصغيره اللي جنبيه. تمام. دلوقتي بقى نروح على شوربه الكول سلو ديت، اللي احنا مش عارفين هي ايه دي اصلا. هات كده الشوكه، بسم الله. مسكرة اوفر، قوامها صايص خالص، فحساسة تحلية اكتر من ان هي مقبلات. خلينا بقى نجرب التجربة الكاملة. حتة دجاجة كبيرة، حتة بطاطس، في حتة شوربة كول سلو، وده كده يبقى شكل السندوتش بتاعنا. بسم الله. يلا هم يا جمل.
اظنها كانت تجربه كويسه جدا. نرجع بقى للتقييم، فخلينا بقى نشيل كل الحاجات ديت وندي تقييمنا كاوفرول، ايه الحاجه اللي عجبتني وايه الحاجه اللي ما عجبتنيش. احنا ما اديناش كركي تقييم لسه، فاحنا هنديله تقريبا للاسف يا كركي لانك فراخك صغيره هنديك 3 نجوم. خلينا بقى نشيل كل حاجه ديت وندي التقييم النهائي. تمام كده شلنا كل حاجه ونضفنا الدنيا. البركة طبعا من السكور بتاعه هو يحل متربعا أول واحد ب4 نجوم، تاني واحد ألا وهو كركي ب3 نجوم، وفايف روسترز يحل متأخرا للأسف ب3 نجوم برضه. فالكسبان معانا هو البركة. وديت كده تكون نهاية حلقتنا النهاردة، اتمنى تكونوا اتبسطتوا بيها. فلو عجبتك الحلقة اتمنى تعمل لي لايك وسبسكرايب وطبعا زر الجرس، وتستنى الحلقات الجاية ان شاء الله. وسلام.